عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مش بنقدم وصفة، احنا بنقدم النهاردة تطبيقات البنات الحلوين كده من على القناة. النهاردة استضفتهم عندي في السنتر عشان نشوف رأيهم في القناة وتطبيقاتهم، هعرضها لكم كمان ان شاء الله. نبتدي بقى مدام داليا. ازيك يا شيف مرمر؟ الله يسلمك. الحمد لله. بصي بنشكرك على الوصفات اللي بتنزليها لانها فعلا الواحد بيطبقها بيلاقيها مظبوطه. الحمد لله، اهم حاجه دي اهم حاجه فعلا. لسه شايفه امبارح البسكوت اليانسون شكله رائع، وده ان شاء الله لازم نطبقه ان شاء الله. طبقت كيكه الذره طلعت روعه ما شاء الله. والهريسه برضه كانت جميله. وطبقت ايه تاني؟ والسبونج روعه ما شاء الله. شفت روعه ما شاء الله. ما شاء الله تحفه. ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكي ودايما تعلمينا. ربنا يخليك يا داليا. دينا. انا عملت من القناه الذره بصراحه هايله يعني. انا يهمني ان القناه فعلا مفيده، حاسين بافاده وحاسين باضافه. ده اللي يهمني. حاسين ان في حاجه مخفيه في القناه؟ لا الشرح ممتاز وصريحه بصراحه، ومحدش بيحتاج منك حاجه وبتاخريها عنها. والاسئله بتجاوبيها. ده اهم حاجه، ان المعلومه واصله تمام. جاوبينا على الاسئله. ايوه فعلا. كل حاجه بتفيدينا بيها صح. الحمد لله. الحمد لله. يا رب دايما في حياتك. يا ربنا يخليك. ام ياسين. نعم، جربت حاجات كتير والله يا شيف وكلها ممتازه. رز اللبن، المنين، البسبوسه، كلها حاجات تحفه. تسلم ايديك يا شيف مرمر. ربنا يسلمك. ريهام. جربت الفطير وجربت الكنافه، جربت رز اللبن وجربت السلسلون والجاتوه الموز. كله رائع كله رائع. هي ريهام معانا في الكورسات، فاخدت حاجات من الكورسات طبقتها وحاجات القناه طبقتها. هو ما شاء الله المجموعه كلها الحمد لله انها مطبقه حلو. ام بودي. انا عملت اللينزه طبعا لما كنت حضرتك. الديمو بتاعها له. ايوه. والهريسه ما شاء الله برضه، والبسبوسه وما شاء الله السبونج برضه ما شاء الله. شاميه. ما شاء الله. ربنا يا رب دايما يحسن ما بين ايديكي. ما بتقوليش معلومه على القناه ولا في السنتر الا ما بتكون صادقه ومن قلبك. الحمد لله. واهم حاجه ان احنا كورساتنا حتى بقول دايما انها معموله بكل حب، ان احنا هنا بينا روح الاخوه. ودايما كان في واحده بتقول لي مقوله حلوه قوي، انا بحس كفايه بالدفء اللي بيبقى موجود في كورساتنا غير. الحمد لله. مدام ايمان بقى. انا بشكر شيف مرمر كتير، بصراحه استفدنا منها كتير، وانا طبقت حاجات كتير قوي من الوصفات بتاعتها. عملت الكنافه وعملت الهريسه والبسبوسه واللينزه وكل حاجه بعملها ما شاء الله بتبقى زي الجاهزه بالظبط. انا عايزه اقول لها ان احنا يعني دايما احنا هنا كنا بنجيب حلويات كتير. عايزه اقول لها ان انا خلاص ما عدتش بشتري حلويات، واهم بطبق وصفات الشيف مرمر وبتبقى احلى من الجاهزه كمان. ما شاء الله ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا. الحمد لله. واهم حاجه حاسين بقى في فرق بين الحاجات اللي بتتعلموها والحاجات الجاهزه؟ لا حاسين بفرق ايه؟ الاحسن ولا الاسوأ؟ فرق نظافه وفرق خامات حلوه. كفايه النظافه. وانت عامله في بيتك الحاجه كده وعارفه خاماتك ايه، وطبعا وكفايه النظافه والخامه اللي انت شغاله بيها. لا لما بتشتري هريسه او كنافه او بسبوسه او اي حاجه من الحاجات اللي بتنزل على القناه دي والحاجات اللي غير طبيعيه. ايوه، شغل المصانع ده معتمد على الاسانسات فعلا والمارجرين والكلام ده. اخدتوها بكل تكاتها ولا لا؟ جميله زائد بطريقه صحيه. حسيتوا فرق؟ حسيتوا لما بتجيبوا هريسه من اي محل واللي انتوا بتعملوها حسيتوا بايه؟ فرق كبير ما شاء الله. احنا كان معانا واحده كان جوزها بيسافر، وبتقول يعني كل ما بيسافر بتاخد له كميه من الهريسه والبسبوسه. حضرت الكورس كده معايا، قالت لي انا ندمت ان انا ما جيتش احضر الكورس، وبعديها اعمل لجوزي بنفسي.
مش هروح اشتري الحاجات اللي كلها فعلا مارجرين عايزه اقول لك ان وعصاصات. الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت دي مش بتعمل سهرجه ولا بتتعب، لان السمنه بتاعتها نظيفه وتعلمتوها، اهم حاجه ان انتوا تعلمتوها صح وعلى اصولها. ايوه طبعا البركه في مقادير حضرتك. اي حلويات من بره. الحمد لله. هنزل لكم برضو صور تطبيقات علشان تشوفوا ان شاء الله الصور الجميله والتطبيقات الجميله، هنزلها كلها. وبعد كده هنزل لكم ان شاء الله فيديو للوصفه الجميله اللي هي البغاشه دي، عملناها النهارده، كان من ضمن قعدتنا عملنا ديمو ده مع بعض علشان يشوفوا الوصفه ويدوقوها، لان مش هشه وهيفوتوا كتير لو ما جربتوهاش. الحمد لله الحمد لله. خلاص نتقابل بقى ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشوف تطبيقات برضو كمان ليكوا تانية، ونتقابل مرة تانية هنا واشوف تطبيقات احلى واحلى. احنا بعد ما خلصنا الفيديو احنا لقينا ان ناس كانت واقفة مشغولة معايا في تحمير الوصفة، فلازم نسمع منها كلمتين برضو. طبعا شيف مرمر بحبك جدا على المستوى الشخصي، ربنا يا رب يديمك نعمه في حياتي، فرقت كتير جدا جدا في حياتي. انا طبيعتي بحب المطبخ وبحب اعمل حلويات، بس طبعا حلويات زمان كانت غير. ما شاء الله عليكي. احنا حاليا ما عندناش بنشتري اي حلويات من بره، الحلويات كلها من البيت وكانها جاهزه. ما شاء الله. وبالعكس احلى من الجاهزه كمان، وجوزي مبسوط جدا. اهم حاجه والله انا بتبسط لما حد يقول لي جوزي مبسوط. انا طبقت حاجات كتير قوي من القناه ما شاء الله عليكي. ومن الجروب يعني، وحاجات كتير بتقلب فيها، بدخل اسالك فيها ما بتخليش عن اي حد، وبحضر ليكي كورسات كتيره جدا. بصراحه الكورس بيفرق، غير كمان ما لان كمان بنشوف عملي ما بيجي يطرق على بتدوقوها. بيطرق على دماغنا اي سؤال، اي حاجه بنكون وقعنا فيها بنشوفها عملي احسن، بنسال حتى اللي بنقع فيه ما عندناش بنقع فيه تاني. الكورسات بجد بتفرق كتير. القناه تحفه، ما انتيش باخله باي معلومه. طب انت حضرتي معانا الكورسات وحضرتي حضرتي كورس الهريسه معايا اول أيوة. مره اشوفك. أيوة. الكورس الهريسه. أيوة فعلا. وشفتيه على القناه لقيتي ايه؟ فعلا. لا بجد ما فيش اي فرق، ما فيش اي معلومه ناقصه. يعني مثلا ممكن نقول مثلا القناه يبقى في حاجه، لا بالعكس، دي امانه، دي امانه والله بيني وبين ربنا يبارك لك يا رب، ودايما يحسن ما بين ايديكي. وما اقدرش اقول لك انا بصي، وكمان الخامات عندك تحفه يعني، غير ناخد الخامات واحنا بنطبقها من الاخر. وكمان انا طبقت من عندك حاجات كتير جدا، الهريسه، البسبوسه تحفه تحفه تحفه. ما شاء الله عليكي، انت اللي ما شاء الله شاطره يا ناس. يا حبيبه قلبي كله والله يرجع على فضل ربنا ثم فضلك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. هتشوفوا تطبيقات وهتحكموا بنفسكم، سوسرول، بسبوسه، هريسه، ما شاء الله عليكي، بقلاوه، حاجات كتير جدا والله مش قادره اوفيك حقك. ربنا يا رب يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ونشوفك كده دايما على خير ودايما متألقة كده وبشوشة كده ما شاء الله عليكي.